بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوعنا اليوم سورة البقرة الكاشفة، سورة البقرة البصيرة. نعم، سورة البقرة عقلك المدبر، سورة البقرة الحكمة والعلم واتقوا الله. سورة البقرة فيها التقوى، فإن وصلت إلى التقوى بفضل الله واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إنما يتقبل الله من المتقين، فالله يتقبل أعمال المتقين ولا يتقبل من غير المتقين الذين خافوا الله وعظموا الله. طيب، نتكلم عن مواضيع تاهت فيها الأمة. لماذا سورة البقرة البصيرة؟ بفضل الله، والفضل كله لله. من فضل الله عرفنا أننا نحن تحت العقاب لسنا تحت البلاء. وعندما في معنا إن شاء الله قسطين أنا ما أعطيتهم حقهن، لكن إن شاء الله سأعطيهم حقهم، لأني طلعتهم بآخر الدرس بالدقيقة 50 في الدرس، فإن شاء الله سأعطيهم حقهم إن شاء الله. أبكر بدي أبين كم من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش مفاهيم هذه الحديث كانت خاطئة. نعم، نحن أمة تحت العقاب لسنا تحت البلاء. نحن أمة ما تركنا ذنب إلا واقترفناه، ما تركنا الشرك إلا وفعلناه. نعم، إلا الشرك الأعظم أنك تشرك بالله وتقول الآب والابن والعياذ بالله، وتجعل لله ولدا أو شريك والعياذ بالله. هذه الأحاديث التي ضيعت الشباب وظنوا أنهم يستطيعوا أن يفعلوا ما يفعلوا وستكون أمورهم طيبة، ولكن عندما تعطلت أمورهم قالوا لهم إنكم تحت البلاء، اصبروا، فهذا حال الدنيا، دار بلاء وليس دار قرار. نعم، كلنا مبتلى، والأنبياء شد بلاء ثم الذين يلوا فيلوا 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 وهكذا. لكن وهل كان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كانوا والعياذ بالله فيما نحن فيه من إباحيات وسقطات وذنوب خلوات وكذب وغيبة ونميمة وربا وأكل حقوق وظلم وتضليل؟ حاشا لله. فكانوا هم ولتصنع على عيني، هكذا قال الله جل في علا عنهم. نعم، هم صفوة الخلق، فما اقترفوا هذه الذنوب، لكننا تفننا. والبلاء فيه إعداد، عندما يبتلى الله جل في علا فإنما هو قيد الإعداد. عندما يبتليك الله فاعلم إنه يعدك لشيء أعظم، لمرتبة أعلى، لعلم أكثر. فهذا البلاء هو للعلم، للمعرفة، لتعيش، لتخوض المعارك، تخوض العيشة، تخوض في غمار هذه الدنيا. فلا ينفع إنك تكون أنت ملك جئت من السماء، جلست على كرسي وبدأت تعطي أوامر، وإذا ضاقت فينا الدنيا تقولنا اصبروا اصبروا اصبروا. لا، أنت تكون قد صبرت وعشت هذه المراحل. مفهوم؟ أنا عشت مراحل الجوع، وعشت مراحل التيه أني أتخبط بين التجارات، وعشت مراحل الدين، وعشت مراحل كل هاي المراحل التي تمر فيها الناس، ولكن بإذن الله تعالى مررتها دون أن أقترف الحرام. لا سرقت ولا زنيت ولا أكلت الحق. هاي مراحل الابتلاء، مراحل إعداد. مفهوم؟ مراحل الابتلاء ما فيها زنا وما فيها طرب وما فيها غناء وما فيها رقص وما فيها عري وما فيها قطيعة إرحام. هذه الطريق الله يعدك فيها وكأنك في معركة. نعم،
الجندي لما بيروح بيدربوه فهو عمال يتدرب، ففي مشقة، في تعب، في رصاص، في كثير أشياء، في سهر، في أمور يعني يتعب، يعني في منهم يتصل الأمور معهم إلى الانتحار، وهم فقط عمالين يتدربوا. فعشان نفهم إحنا الأحاديث مضبوطة، ما نخلط الحابل بالنابل، يعني نخلط الصالح بالطالح، فلا نفهم الأحاديث. الأنبياء أشد بلاء، فكانوا قيد الإعداد. الله جل في علاه، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد لم يرى والده، وكان صغير، غلام صغير، وتوفت أمه، وهكذا، وتنقل وعاش يعني بعيد عن والديه، ومر في كل هذه مراحل الإعداد، يعني عشان يعد الله جل في علاه رجل. وكذلك سيدنا موسى، يعني أعده الله. احنا مش موضوعنا الآن إسا أن نبين فقط البلاء. البلاء ما لا يخلط في الحرام. البلاء لا يخلط في السرقة والغيبة والنميمة والزنا والإباحيات. البلاء بلاء يعني في شدة، ولكن لا يقترف فيه الحرام. يعني ممكن يكون كسيدنا يونس مثلا غلط في انه ما امتثل لامر، ولكن ما اقترف الذنب، انه الذنب يعني الحرام الذي منعنا الله عنه. يعني هو أدار ظهره لقومه وتركهم، يأس منهم، فالتقمه الحوت، فهو كان في كرب وبلاء. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فتسبيحه نفعه. طيب، من نفوت استحنا على موضوع نحن في تيه، نحن ضللنا الطريق، نحن لا نعرف كيف نهتدي. ليش؟ لأنه ما عرفنا نفرق بين الذنب والابتلاء، ما عرفنا نفرق بين الذنب والابتلاء. الذنب أنت مذنب عايش على فيالك، ربما خلقت بتصلي ولكن لا تقر من الصلاة شيء، يعني تعمل عندك غناني وعندك طرب وعندك موسيقى وعندك كل شيء وتتخبط بالحياة، ولكنك بتروح تنقر هالصلاة وبتروح. على أفضل الأحوال أنك أنت منذ الصغر تصلي لربما، يعني تفلت في هذه الدنيا، فكان حقا على الله أن يعيدك. ومنا من لم يعني ما كان يصلي، ما كانش يصلي، عايش بالحياة هيك، يعني كأنما خلقناكم عبثا، يعني بيعمل كل شيء. لربما في الحرام لا يقترفه من باب العيب، عيب عليك يعني، نعم، يعني حرام عيب، سمي ما تشاء، لكنه يعني كمان تفلت. طيب، عندما جل في علا أطبق كل شيء، عندما أطبق سكر لنا الأبواب، ما زبطتش معنا. يعني كنا إحنا بهذا العري والتكشف وعمال أمورنا، بدنا نتزوج ما تزوجناش، بدنا نعمر بيت ما قدرناش، بدنا نشتغل شغل ما استمرنا، بدنا نجمع لنا قرشين نشتري سيارة، ما فيش فلوس، يعني ما فيش كل شيء أطبق الله علينا. طيب، هذا كان باب العقاب، إنه الله منعنا، إحنا تفلتنا فمنعنا. الآن أنا أجيت على الاستغفار، جئت إلى الاستغفار وجئت إلى التوبة والرجوع. طب ما في مرحلة، هذه المرحلة اللي هي أنا تبت، هذه البلاء اللي هو تكفير ذنوب ورفع درجات. ما أنا تبت خلاص، لكن أنا أستغفر وأنا بعدها أموري معطلة، ما أنا عمال أستغفر بعدني مريض، ما أنا عمال أستغفر مثلا أقرأ سورة البقرة والتعطيل لا زال، والألم لا زال، والوجع لا زال، والقلة الحيلة لا زالت مستمرة مع شهر، شهرين، 3، 4، 5 أشهر وأنا أسير في هذا المشوار. أنا لا أقترف ذنوب، خلصت ذنوب، أنا عمال أعبد الله، صلاتي في وقتها، كلها هذا. أنا فتت على مرحلة البلاء، كنت في العقاب، تبت، الله أطبق علي كل شيء، خلصنا، أجيت سمعت درس عن الاستغفار او عن سورة البقرة والصلاة في وقتها وكل هذا، بديت اصلي، رجعت عرفت انه انا كاين في ذنوب، بديت اترك كل الذنوب التي كنت غرقان فيها، اباحيات وربا وسقطات وعري، تركناها.
قدر المستطاع، يعني الماكسيموم، مش يعني هيك، مش فقط ماسك مسبحة وانا بعدني بعورية، مش فقط انا ماسك مسبحة والقرض الربوي يعني نازل اجدد سيارة بقرض ربوي ثاني، ومش انا كل يوم رايح جاي على الاعراس. يعني ممكن تروح على العرس لانه بهمك مثلا تدخل، يعني تسقط الواجبات ترجع، ما يعني وكأنك تفر من الموت. طيب انا هنا فتت على مرحلة البلاء. مرحلة البلاء الله بيقررها قديش، لكني انا قيد اعداد. انا قيد اعداد. شو يعني قيد اعداد؟ يعني الله عمال يعدك عشان انت تخرج للناس. ما انتم كنتم خير امة اخرجت للناس، مش انت يا حجازي كنت خير شخص اخرج للناس او فلان خير اخرج للناس، لا، كنتم انتم كلكم يا امة الاسلام خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، وان لم تصل الى هذا بده وصلك بالقوة، بالمنع، بالتعطيل. مفهوم؟ فمنعنا أول شيء عن اللي عاقبنا، ثم دخلنا في مرحلة البلاء. طيب في مرحلة البلاء نحن نتفاوت، الأنبياء أشد بلاء ثم الذين يلوا فالذين يلوا. في ناس في عندها دينها صلب يا جماعة، يعني عندها دين، عندها دين. نعم كانت غلطانة، لربما سقطت بقرض ربوي بدها تعمر لابنه، عمل المهم سقط سقطة، عاقبه الله عشان يعيش السقطة. لربما أذن الله عليه بسحر كمان، وهذا السحر لا زال مستمر. دخلنا إحنا كل هذا مراحل إعداد. بنفعش إنك أنت كما قلنا يعني إنك تنزل من السماء ملك ومش عايش عيشتنا، يعني لازم تكون من عامة الشعب، يعني كيف بيقولوها، عايش عيشة الفقراء، عايش عيشة المساكين، مذنب زيك زي الناس، حالتك كاينة تعبانة، غرقان في ديون، كاين لربما غرقان بالإباحيات وغرقان في الديون وبالأسحار ومش مخلي شيء، كلش الدنيا مخربطة معك، والله بدأ يعني أطبق عليك كل شيء فتركتها كل شيء وبدأت تبحث يعني عن القرب. ولكن في هاي المرحلة قبل ما يفرجها الله عليك، هاي مرحلة بلاء، هاي مرحلة بعدها معطل الأمور، ولكني أنا أستغفر. طيب حجازي قال خلال 3 أشهر مثلا قضى الله عني، ثم يأتي واحد 3 أشهر انتهت، و4 أشهر انتهت لم يقضى عني، و5 أشهر انتهت لم يقضى عني ديني مثلا. ليه؟ هذا هو البلاء، هذا هو البلاء الذي أنت يعني ما فاهم، هو تكفير ذنوب ورفع درجات. لربما قد كتبك الله في درجة فوق درجة الناس، والله بهذا البلاء وهذا المنع وانت تستغفر الله ومصدق، استغفر الله مصدق انه ايش؟ الاستغفار لا يعذب الله مستغفر، والاستغفار فيه الرزق، والاستغفار فيه الولد، فيه العمار، فيه البيت، فيه التمكين، فيه كل شيء، وانت استغفر الله والله بشد وكمان يشد اكثر. فهمت؟ هناك الشباب أما محمد بعد الأمور شادة. الأنبياء هنا يدخل الأنبياء أشد بلاء ثم الذين يلوا ثم الذين يلوا، مش وهن قاعدين بيسكروا وهملات وزنا وغناء وطرب وبايعين كل شيء، بفوت على الصلاة تك 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 يلا وكانوا بيلعبوا كاراتيه. لا الآن أنت في البلاء. نعم قد يبتليك الله في حرب وانت من هذول. إسا الآن في ناس كانت تستغفر فاتتها حرب، لنبلونكم بشيء من الخوف، خايف من المستقبل، والجوع، ونقص من الأموال. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قد يبتليك الله وانت بعدك يا عم ابو احمد بعد الامور معطله، يا عم ابو احمد بعدني شاد الامور، شو اساوي، شو اعمل، في ورد جديد، في شيء، شو تفقد ذنوبك. انت قيد اعداد اخي الكريم. شو يعني اعداد؟ يعني انت مش جندي عادي، انت بدك تصل للضابط وللرتبه رتب اعلى عشان انت تستلم قيادي بهذه الامه، تبلغ ايه من الوزن الثقيل. مش تدل اولادك يعني صلوا وصير تصلوا يا رب يابا استغفروا مليح الاستغفار فيستغفروا، لا انت بدك تصلح امه من حولك.
انت في ناس ضايعة بحالتك، يعني كل اللي مريت عنه، كيف اللي بيصلح امتحانات كان متعلم كل المادة، مارر عليها، هاي المادة كلها مارر عليها متعلمها، فمر عليه انه فلان اتعطل وقعد 6 شهور ومش ظابطة الامور معه، وفلان طبعا هو تاب، وفلان تعطلت وانقلب وصار في طلاق بنص الطريق. يا الله انا بستغفر طلاق، لماذا؟ لربما الله كاتب لولد من الاولاد يموت في نص الاستغفار، عمره خلص. انت تصير يا الله ليش مات، انا بستغفر. خلاص، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. صحيح ان الفراق صعب، لكنه ما يا جماعة الاستغفار لا بيقدم عمر ولا بيأخر، لكن بخليك تعيش حياة طيبة. مفهوم؟ هذا المرض الله بينهيه، فبتعيش اذا كانه مكتوب لك كمان اسبوع وانت مستغفر، خلص الاسبوع بتعيش طيبة، خلص تنتقل الى الله، الى جوار الله، الى الجنة. يا اخي احنا بنشوفش شيء، بس الله بنقلك الى الجنة ان شاء الله. فالبلاء هي مرحلة بين بعدي العطاء وستستمر، يعني لما بيهاجمونا في القناة ونحن هكذا، هذا كمان بلاء تصديق. يلا بين ماذا وجدت. اي انت اذا كل واحد، انت الله عيشك كل هذه الحقيقة 2 3 والله يعد فيك عاقبك سنين، وجئت على البلاء وعد منك رجل، حتى يجي رجل واحد، يعني انت وجدت كنت مخربان الدنيا معك، وجاء رجل يعني ووصلت والله حلل لك امورك وبدات الامور ويجي واحد يقول لك لم يثبت، تترك كل شيء وبتقول له هذا انت، هذا كلامك الذي لم يثبت، انتم امة الضلال، انتم الذين ضللتم الامة. مش هيك بدك تقول له؟ قل انا املك الحقائق. اي حقائق؟ اين حقيقة ايمانك انت يا اخي؟ ائت لي من كتاب قرأته ولا من كتاب الله جئت به؟ من اين كلامك هذا؟ صح ولا لا؟ انت عشت حقيقة، انت تملك هذه الحقيقة، اني انا كنت في عقاب، وعندما تركت ذنوب واقبلت على الله باستغفاري امطر الله السماء لي، ثم بدأت الامور تتغير. مفهوم؟ عشان ما يقولكاش انت في دار بلاء. لا يا اخي، انت مش دار بلاء اذا انت مجرم، واذا انت سافرة، واذا انت متعطرة، واذا انت نامصة، واذا انت بتعدي لفرح ابنك يكون فيه اكبر قدر من الخلط ومن البذخ ومن الاسراف والتبذير ومن العري والتكشف. انت لست تحت البلاء، انت تحت العقاب. وانت كذلك، الاب واللي بنته، يعني حالتنا حالي. طيب خلينا ندخل لسه الحديث عشان نفهم عشان سورة البقرة. انا مش شاطر، هذا من فضل الله. زانية من بني اسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته شربة ماء. كيف؟ اول شيء عشان نفهم موضوع مهم جدا، نفهم نحن لا ندخل الجنة الا برحمة الله. حتى رسول الله قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. يعني رحمة الله هي تعدك ان تسلك سير المرحومين. مفهوم؟ طيب هذه الزانية من بني اسرائيل، كمل بالله عليك، كم من زاني من بني جلدتنا مسلمين، اسمه محمد ومحمود وعلي ومصطفى وعبد الله وسمي ما تشاء وبنات. كم من زاني وزانية اقترفوا الزنا من أمة الإسلام. كم من مليون، كم من 100 مليون، مش زانية واحدة، لا، تابوا خلصوا، انتهوا، تابوا، مروا في العقاب، دخلوا على البلاء، الله نجاهم، خلصهم. لربما بعمل عملوا عمل طيب، لربما بصدقة تصدقوها، نعم تصدقوا مثلا، لموا تصدق صدقات، فالله نظر عليهم بعين الرحمة وتاب عليهم، يعني رجعوا إلى صراط الله المستقيم، رجعوا إلى الصلاة، رجعوا إلى الصيام، راحوا حجوا،
راجعوا كما ولدتهم أمهاتهم، تابوا 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 من الزنا ومن الغناء والطرب، تابوا بعدهم أحياء، لربما أصبحوا دعاة، لربما أصبحوا من أكبر الحفاظ لكتاب الله والقراء ويعلموا الناس الدين، ولربما دخلوا على الشريعة ويعلموا الناس الدين، تابوا. ألا نقول مثلا لو أن الرسول عليه السلام قال زاني من أمة الإسلام دخل الجنة بصدقة تصدقها على طفل مثلا؟ شو العجيب في هذا الحديث يعني؟ شو العجيب فيه؟ مش لربما نحن لا ندخل الجنة ابتداء، نحن لا ندخل الجنة ابتداء، ما في وعد من الله أن ندخل الجنة ابتداء. المسلم المؤمن الغير مشرك يدخل الجنة، مآله إلى الجنة، يعني بالآخر المطاف بطب الجنة، بهدي بالجنة. طيب مش لا ممكن أن تكون هذه الزاني من بني إسرائيل مثلا، أو الزاني من جلدتنا أدخله الله النار 5 سنين ثم أخرجه ثم أدخله الجنة، عاقبه في الدنيا في التعطيلات، في قبره دخل على النار ثم أخرجه ودخل الجنة. دخل الجنة ولا لم يدخل الجنة؟ هو بالجنة، دخل الجنة، فدخلت الجنة بسبب هذه شربة الماء. أو لربما الله قذف في قلبها هذه الزانية بعد أن أسقط الكلب هذا شربة الماء حب التوحيد والرجوع إلى الله، مع أهل الكتاب، مظبوط، ما تابت. طيب هاي الأحاديث لازم نعرف نفهمها عشان ما تتشبث فيها، يعني أنا خليني أزني وأرقص وأغني، أي هي الزاني الله فوتها على الجنة، وأنا اللي بصلي وبرقص لي شوي بدوش فوتني على الجنة، وإذا أخذت لي قرض ربا بديش أفوت على الجنة. هي الزانية فاتت بس، يعني هي ما قالوش إنها صلت ولا صامت ولا عملت شيء، هي وصفها إنها زانية. ما كمل الحديث رسول الله، ما فصل، ما قال الرسول عليه السلام زاني من بني إسرائيل لا صامت ولا صلت ولا حجت ولا زكت ولا ذكرت الله وأدخلها الله الجنة. ما قال الله الرسول عليه السلام هذا الكلام، قال زاني من بني إسرائيل دخلت الجنة بشربة ماء، يعني سقط كلب شربة ماء. ثم إن مآلنا إلى الجنة إذا إحنا فتنا على العقاب، صلينا وصمنا وحجينا. قد يقول الحديث كذلك صام وصلى وحج وزكى ودخل النار. مش قال الله جل في علاه وإن منكم إلا واردها؟ مش بكى سيدنا عمر؟ قال كيف يعني؟ بكوا الصحابة كلنا نفوتها؟ كان على ربك حتما مقضيا. فاجتياز الصراط تمر من فوق جهنم والعياذ بالله، ولكن منا من لا يخلص عقابه لا بالدنيا ولا بالنار، لا بالدنيا ولا في الآخرة. حديث المفلس أخي الكريم، يا أخي ليه بتبعد؟ ليه بتهونش الأمور على الناس وقل لهم كبر الذنب؟ كبروا الذنب، دمر الدنيا. احنا في ذيل الأمم، كبروا للذنب ما تصغروش، بيصغر لما بتتوب منه، مش وانت مستمر تنتقل من ذنب إلى ذنب، من ذنب إلى أكبر إلى أكبر إلى أكبر إلى أكبر إلى أكبر. الله غفور رحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شو فهمنا من هذا الحديث، من هذه الآية؟ هذه هي سورة البقرة الكاشفة التي تكشف حقائق الأحاديث. والفضل كله لله وأنا مش شاطر، والله هذا فضل من الله والحمد لله رب العالمين. عندما تهتدي وتعرف كيف الله يكشف لك كل شيء عشان تعرف تبين وتبلغ أمة، عشان الناس تعرف ما حقيقة الذنب، على من تتجرأ أنت أخي بالذنب؟ أنا ممكن إني أغلط اليوم مثلا، صار هيك شيء وتعصبنت ومثلا عليت صوتي على أمي، بس هذا مش من صفاتي، مش من صفاتي إني كل يوم صراخ بوجه أمي. غلطت اليوم، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. غدا أنا يعني لا أدري ما يعني عملت شيء آخر مع شيء آخر، لربما كان مرة فتى ونظرت، أستغفر الله أستغفر الله. مش من عادتي جالس بالشوارع للي رايحة والجاي،
بعد غد أنا لربما أنت حشرتني، يا أخي أنا كنت جاي لعندك وفي ديني يعني هيك بيناتنا، وقلت لك والله ما كنتش في البيت وأنا كنت في البيت مثلا، غلطت مثلا، مش كذاب، مش كذب، مش أنا كذاب مثلا. كل يوم مش هيك؟ لو لم تخطئوا لاستبدل الله قوما غيركم. مش بتضلك تكذب 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 وتسرق وتنصب وتغش وانت لا، احنا لازم نكذب. ما الحديث هيك، الآية بتقول لولا الحديث لو لم تخطئوا لاستبدل الله قوما غيركم. إصرار، هذا اسمه إصرار. ثم إن ذنوب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هناك ذنوب بينك وبين الله، ربا. إذا أنا كنت جالس الآن ما فيش حدا حولي، أنا لوحدي وأبي أحيات مثلا، ميسر، ما ضريتش أهلي ولادي، أخذت قرض ربوي، أنا مدخن ما ضرش حدا اللي حوالي، بأخر صلاة، ما دفعتش زكاة 20 30 40 سنة لم أصلي الآن بالدين مثلا، هذا بيني وبين الله، حطه على جنب. لئن تبت يا من أسرف على نفسه، يا من أسرف على نفسه ولا صليت ولا صمت ولا خليت، وكنت يعني بفلوس تذريها تذراي على الميسر مثلا، لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس أنت كنت مسبب في كلمة قلتها لسجن، واحد يسجن شهادة زور 10 سنين في السجن، بشهادتك الزور سجن فلان 10 سنين في السجن، بكلامك بالغيبة والنميمة تبعتك طلقت فلانة وشرد أولادها هي وأولادها بكلامك أنت الزور والبهتان. أنت سرقت أموالي سنين وأنا أجنيها وراحت هكذا بخرتها، كل هذا التعب. أنت تكلمت عن أبو أحمد إنه سراق نصاب حرامي، والناس صارت تظن بأبو أحمد هذا الكلام. هذا من الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أعوذ بالله، هذه بالذنوب بينك وبين الله، أما ما بينك وبين البشر لا يسقط شيء. حديث المفلس صام وصلى وحج وزكى وعمل من الأعمال كالجبال، ثم سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ففنت حسناته فكبه الله في النار. والتي يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيران في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. والذي إذا خلى في محارم الله لحاله ذنوب خلوات انتهك، منافق يعني مرائي قدام الناس، ما شاء الله صلاته كلامه مواعظه، خلا يعني أهون الناظرين عليه هو الله، ممكن تسقط لك سقطة بس مش كذاب منافق. في ناس منافقة مش نفسه بتغلبه، لا هو منافق، هو كذاب يكذب على الناس، هو ممثل، هو بيحكي معك في الدين ويطعن وبيعمل كل اشي، هو ومستعد يعني اسا الان اجلس وعمال يشرب بيرة مثلا وبقول لك صلي مثلا في، لكن هون سقط لك سقطة غلبتك نفسك، يا استغفر الله استغفر الله، بتتبع هاي السيئة، بتتبع السيئة حسنة، يعني سقطة بيني وبين الله، بنصلي لنا ركعتين. مش انا عايش كل حياتي كل ليله عندي اباحيات، كل ليله عندي اباحيات، وعندي قروض ربويه لا تنتهي، كل سنه بجدد سياره بقرض ربوي وسفريات بقرض ربوي، الفيزا مش عمال تنتهي، وكل اموري وكذبي وكلامي وقطيعه ارحامي وغناء وطرب ومسلسلات وما خلينا شيء، وعري وتكشف ما خلينا شيء، وانت بتقول لي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. هذا تدفع ثمنه اخيا. الذي بينك وبين الله إن تبت قد يبدله السيئات بحسنات. أما حقوق العباد لا تسقط، يا بترد الحقوق يا إنك تبني لك رصيد، الله سيوفقك لتبني رصيد، لتبني رصيد عشان
يوم الإفلاس بحديث المفلس لا تفلس. إن شاء الله ما تصل الفكرة شو الذنب وشو السيئة وشو البلاء ولماذا نحن هنا، وكيف فهمت الأحاديث غلط، وكيف أنا ممكن إني أنا أصلح كل هذه الأمور وأعود إلى الله بعودة قوية. طيب، الذي قتل 99 نفس وأتمها ب100، يعني كم من المسلمين يتقاتلوا؟ خلينا بالنفس المسلمي يتقاتلوا، دول عمال تقاتل بعض، يعني فئات عمال تقاتل بعض، ومش قتلوا 99، قتلوا 99 ألف كمان. طيب، هذا إنسان إذا مثلا أراد التوبة، كان ظن إنه هو على الحق، وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. طيب، هاي الفئة شو بعرف مين اللي بغى؟ وممكن يكون إنه كان ضال الذي قتل 99 نفس كان ضال بعيد، يعني كان مجرم، وعندما استفتى بال99 قال من توبة، قالوا له لا، قتل اللي قال له لا، فقالوا بعدين سأل فتوى، قالوا نعم، لكن اخرج من هذه الديار، لأنه ديار بيضل يقتل فيها. فهو أخذ على عاتقه أن يرحل، لأنه بده يتوب، أخذ على أن يرحل، يعني التوبة واضحة عليه، التوبة بده يتوب، يعني خلص انتقل الرجل، مش بده يضل جالس هنا، لا أنا اللي بقرب علي بقتله وبدي أتوب، لا، قالوا له بدك تخرج من هذه الأرض، لأنه وين مشاكل خلص بده يخرج منها. فالزلمة حمل حاله ومشي، بالطريق مات هذا الرجل. الحديث معروف، القصة معروفة، انه يعني كان اقرب الى ارض العقاب من ارض الرحمة، فقال الله جل في علاه فقرب الارض الله جل حتى تغمده الله في رحمته واخذه. نعم، احنا هنا لا نعرف مآل احنا نعرف مآل هذا الرجل كمان مرة، احنا وهو مآلنا كيف قال الحديث الجنة، لكن هل في بالنص نار؟ في بالنص نار بعد الصراط يا جماعة، بعد الصراط مررنا على الصراط، خلص الصراط، في حديث القنطرة. هذا الحديث القنطرة يعني على أبواب الجنة، على أبواب يعني حد الجنة. هناك أنا وياتك اتخاصمنا هنا، يوم يلتقي الخصوم كل من تخاصم هنا بده يحط الحق، مضت من الهواية الكبرى، هنا بده يحط الحق. فإذا كفنت حسناتك على جهنم بده يكبك ربنا، معلش قديش بيحكم عليك. فمن قال إنه هذا الرجل لا يدخل النار بحديث نحن لسنا موعودين بدخول الجنة ابتداء، مين قال؟ لكن لن يخلد في النار، لن يخلد في النار، مش اخرج يعني حتى الصاحب يشفع، وحتى كثروا دوروا على اصحابكم، كثروا اصحابكم. طب ما احنا فتنا على النار، ما احنا كنا والعياذ بالله بالنار بالمعنى. فالاحاديث انك انت تقيم النار والعقاب وكل هذا من حياتنا وتعطينا انه احنا من اهل الجنة واحنا على الارض، وهذا الضنك وهذا التيه وهاي الحياة، هذا تضليل، هذا انت نزعت الخوف. اين الخوف؟ والله جل في علاه انما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا الذين خافوا الذين وقفوا على حدوده ولا يتعدى حدوده. نعم، خافوا الله. فهذا لا نحكم عليه، لربما مآله مثله إلى الجنة، هذا أبو 99 نفس. ثم الأنفس إنها من ملك الله، أنت لا تملك نفسك، فلا تستطيع أن تزهق نفسك يعني تقتل نفسك، لأنها ملك الله مش ملكك.
فهذا بينه وبين الله كان الأمر، والله أعلى وأعلم. طبعا في حديث لرسول الله يعني عندما يجتمع الخصمان والله قد كتب لهم الجنة ويقول يا رب، فينظروا فيروا يعني قصور، فيقول يا رب لمن هذا؟ فيقول لمن يدفع الثمن؟ قال له وما الثمن يا ربي؟ قال أن تعفو عن أخوك. قال أشهدك يا ربي إني قد عفوت عنه. هنا يتدخل الله، أشهدك يا ربي إني قد عفوت عنه. فيقول له خذ أخوك وادخلا إلى الجنة. خذ أخوك ويعني هذا خصمك وادخلا إلى الجنة. طيب قل يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، لكنك تشرك بالليل والنهار عندما تنسب فضل الله عليك لنفسك وتنسب نفس فضل الله عليك لغيرك لغير الله. أنت تشرك بالليل والنهار عندما أنت تزكي نفسك وتقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم، أو عندما تقول أنا خير منه، يعني هذا العلم الذي تعلمته تنسوه لنفسك، أنت اللي تعلمته. فأنت لو أنك عبدت الله دون أن تشرك به هذا الشرك الخفي وتنصب فضل الله عليك ولا تنبطح تحت الأقدام تتملق الناس. مثلا رئيس بلدية بيطلع على الرئاسة، ليش تنبطح تحت أقدامه؟ رزقك كتب الله وأنت في بطن أمك، لماذا تتملق؟ لماذا؟ شو بدك منه؟ نحب الناس، نحترم الناس، كل واحد عنده وظيفته، كل واحد مسؤول، كلكم راعي وكل راع مسؤول عن رعيته. عذرا. الرئيس عليه شغله وانت عليك شغلك، تتملقوا ليش؟ رزقك عند الله، إذا عطل الله رزقك لسبب ذنب أصبته، إن العبد لا يحرم الرزق في ذنب أصابه، فالله لا يعذب مستغفر. وسورة البقرة بفضل الله تكشف كل خبايا هذه الأحاديث. نعم، سورة البقرة الكاشفة التي تضيء لك هذه الأحاديث شو معناها. فلما أنا بعرف إني أنا تحت البلاء معناه أنا راحت علي، لربما أنا الله خلقني فقير وبدي أبقى فقير صح، لكن أنا إذا عرفت أني تحت العقاب والاستغفار فيه الأرزاق، وسورة البقرة فيها التدبير والاستغفار فيه التمكين، ولما لا نستغفر؟ لماذا إذا الذنب حال بيننا وبين التمكين وحال بيننا وبين الرزق وحال بيننا الاستغفار بيننا وبين الفقر، لربما الله كتب لهذا الاستغفار أن يظهر في هذا الزمان ويرفع الفقر. هل كان في زمن الخليفة أي خليفة؟ لحظة شوي. نعم، هل كان في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز فقير؟ نثروا الطعام على رؤوس الجبال حتى تأكل الطير، فكان من الخير ما كان. نعم، عندما تتقي هذه الأمة ويكون سيولي الله عليهم خيارهم. نعم، عندما تكون انت تقي بيجي رئيسك تقي، ولكنك انما تكون مجرم فبدك رئيس مجرم زيك اكثر حتى شوي، ونحن نفس الجنس يعني. بعيدش احنا نفس الجنس اللي حاكمين اليوم من جنس البشر منا. لو انه حكموك انت كنت اسوأ، انا لا نزكيهم سيعاقبنا الله كلنا سيدفع الأثمان عندما نلقى الله. لكن يعني أنا لا أدري هو حديث أو مثل ما تكون يولى عليكم، فلازم نعرف إن إحنا أسأنا الأدب إلى الله، ونحن نشرك بالله بالليل والنهار ولا نرجو لله وقارا، ونظن إن أمرنا بيد الرئيس وبيد الدولي وبيد فلان وعلان،
والله لو أننا عبدنا الله كما قال الإمام أحمد، كان في فترة غلاء وأنا مالي ومال الغلاء، والله لو بلغت حبة القمح بدرهم فهذا ليس من شأني، أنا شأني إني أعبد الله وعليه أن يرزقني. أنت شأنك أن تعبد الله، والرزق على الله، والعبد لو فر من رزقه لتبعه رزقه كما يتبعه الموت. لو فر من رزقه لتبعه الرزق كما يتبعه الموت. فالرزق مكتوب، فلا تخف يا عبد الله، لكنك عطلته بكثرة الذنوب، وانت ما فهموك انك انت بذنوبك هذه تعطلت امورك وقالوا لك هذا البلاء. ما عرفوا البلاء من التعطيل، وظننت ان الامة سيأتي المجدد، سيأتي الذي ينصر، الذي الله سينصر به. يأتي على مين؟ على مين يا جماعة؟ على مين يجي؟ الكتاب بين ايدينا، السنة بين ايدينا، سنة الرسول، ما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة، كتاب الله وعطرتي، كتاب الله والخلفاء الراشدين من بعدي. مين بتسأل أنت؟ الحديث صحيح واردي موجودة الحديث، حديث المفلس وين ضاع؟ حديث يا رسول الله أن تصوم النار، كم كلمة بتسب على الناس. إذا كنت أنت من حطب جهنم بالحديث هذا، كيف الله يفتح عليك؟ وإذا كان قد كتبك الله أنه ممكن تكون من أهل الجنة فسيعاقبك ويمنعك حتى تصل إلى الجنة. نعم. كمان مرة الدرس بتأخر، لا قصة، أعتذر. هذه هي المفاهيم، عشان هيك إنها بتلاقي حافظة لكتاب الله بتضيع، حافظة لكتاب الله بتضيع في علوم الطاقة. بدي أظل ننزل هذا الدرس عشان يكون بصمة على الذين علموهم كيف لا نحفظ الدين. سورة البقرة ستحفظ عليك دينك، اقرأها، رددها، ولا تقول لي لم يثبت. وأنت بتكون إذا أنت بتكاش تعيش كما عاش ابن تيمية الاستغفار، قال إذا أشكلت علي مسألة كنت استغفر الله 1000 مرة، استغفر الله 1000 مرة وقول يا رب هل اللي بيقوله هذا الرجل صح؟ الله سيبين لك إن شاء الله. خذ سورة البقرة 4 مرات هيك 10-15 يوم، شوف شو بتساوي فيك سورة البقرة. شوف، نعم، انت اللي حافظ لكتاب الله، وانت اللي بتعلم الناس حفظ كتاب الله، وانت الذي يعني تعلمهم بخارج الحروف. خذ سورة البقرة 4 مرات، جمعتين، شوف اسبوعين، شو بدها تساوي فيك سورة البقرة بفضل الله. شوف، مليون حسنة كل 4 قراءات، مليون. شوف شو بدها تساوي فيك. سترى عجب بانقلاب كل أولوياتك، كل تفكيرك، كلك، طبعا بالاستمرارية مدة 2-3 سورة البقرة 4 مرات، ثم بعدين بتتدرج بتنزل إلى مرة يوميا تقرأها من المصحف بصوت تسمعه فيلين هذا القلب. هاي القصة يعني اعذروني. أنا كنت من قبل يعني أستغفر، لكن أعداد قليلة، ولا يعني أجد هذا الأمر يعني لم أعطيه أهمية كبيرة جدا. فسبحان الله، في وقت ما فقدت الثقة في هذا الدين، يعني صراحة. محمد حجازي تكلم عنها بشكل واضح جدا. يعني أنا حافظة لكتاب الله منذ سن 15، حافظة لكتاب الله، حفظت كتاب الله، ثم يعني بعد عام أو عامين توالت الأمراض، يعني بدأت أمراض متتالية ومتنوعة لحد الآن يعني. والحمد لله، يعني ما دام بدأنا مع الاستغفار إن شاء الله سيكون كله خير. ففي وقت ما بدأت أشك في هذا الدين، يعني هناك خلل. لماذا أعبد الله وأصلي النوافل وأصوم وأتصدق وأعمل الخير وكل هذا الابتلاء؟ لماذا؟ وكل الناس يقولون أن هذا ابتلاء، بينما كنت تحت العقاب وأنا لا أدري. فاتجهت لعلوم الطاقة، اتجهت للتنمية الذاتية بغرض تحرير الخوف، بغرض بناء ثقة في النفس.
انغمست في ذلك المجال مدة 4 سنوات إلى أن طفح الكيل في نهاية العام الماضي، نهاية 2023. فحدثت مشاكل عويصة بيني وبين زوجي. السبب كان هذه الخرابيط التي كنت يعني أتابعها من مدة طويلة، ظنا مني أنها الطريق الصحيح. يعني كان دائما عندي شك أنه هناك خلل، يا إما في هذا الدين أنه خطأ، يا إما في فهمنا له. والثانية كانت هي يعني على الأرجح كنت أظن أننا خاطئون في فهمنا لهذا الدين. فاتجهت لعلوم الطاقة، خصوصا الذين يتكلمون بالآية القرآنية، فاطمأنيت نوعا ما. لكن كان هناك صوت يرد، يعني صوت صغير جدا في قلبي يقول أن هذا الطريق ليس جيدا، خصوصا أن الذين يتابعون علوم الطاقة تقريبا من جهة النساء ينزعون الحجاب. هذا كان يطرح 1000 تساؤل في رأسي. يعني لماذا هكذا؟ هل القرآن يعني لم يفهم بطريقة صحيحة أم ماذا؟ فكانت المشاكل عصيبة جدا، إلى كما يقول محمد حجازي أطبق الله علي كل شيء وأقفلت الأبواب بوجهي. سبحان الله، التقيت بإنسانة من عائلتنا لما بدأت أحكي لها ما حدث لي نصحتني بسورة البقرة، فقالت لي يعني اقرأي سورة البقرة، جزئيها ولو ل3 أيام، والمهم لا تتركيها، اقرأيها كل يوم. قالت لي هذا شغلك الشاغل، هذه وظيفتك أن تحافظي على بيتك وزوجك وأولادك، أن تقرأي سورة البقرة يوميا، وإن لم تستطيعي قسميها على 3 أيام، المهم لا تتركيها. سبحان الله، بدأت أقرأ في الماء وأشرب أنا وأهل البيت كامل. فسبحان الله الأمور تحسنت إلى حد ما، إلى أن دلني الله سبحان الله على قناة محمد حجازي. يعني بعثت لي أمي فيديو يتكلم عن سورة البقرة والاستغفار معا. يعني قال محمد حجازي لما جمعتهما معا ماذا حدث؟ ذلك الفيديو لم أسمعه في ذلك الوقت، وتركته مدة أظن 2 شهر أو لا أدري، إلا أنني دائما يعني أقول يجب أن أعود لذلك الفيديو، أنا لم أسمعه. سبحان الله، لما سمعته وبدأت سمعت أقفال سورة البقرة وبدأت أسمع الفيديوهات حتى أوصلني الله سبحان الله، قادني الله إلى فيديوهات الاستغفار، فتتبعتها واحدة وشديت الهمة وبدأت الاستغفار. وإن شاء الله لما أقطف ثمار أخرى سأذكرها بإذن الله في تسجيل صوتي بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. أنا كنت من قبل يعني أستغفر لكن عدد قليلة. نعم، الحمد لله رب العالمين. نعم، ما عرفنا أن نطبق الأحاديث حتى بفضل الله. يعني أنا متى عرفت أن التطبيق هو المطلوب؟ يعني بعد ما أخذت سورة البقرة. أنا بال 2015 عشت قصة، فهمت شو الموضوع؟ أنا بال 2015 عشت قصة الاستغفار، وشمرت بعد أن يعني أخذت كل العبادة، لأن الله أطبق علي كل شيء. فأنا كنت من والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كانت المدة 6 أشهر، انتهت الموضوع. غلطت، نعم، نسبت فضل كل هذا العمل الذي عملته بال 2015 من 30,000 استغفار في اليوم، و13 ركعة من قيام الليل، واستغفار، نعم، 30,000 استغفار في اليوم، 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى، الدروس كنت أعطيها في المساجد، صدقات أتصدقها، 1500 صلاة على رسول الله، وقراءة في كتاب الله ما تيسر. كل هذا بعد أن نسبت هذا العمل لنفسي، يعني اجتهادي. هاي الدروس سألوني من أين لك يا أبو أحمد، قلت هذا يعني اجتهادي. كل شيء أطفأه الله مباشرة. شفت الشرك الخفي؟ يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك لا ولا أبالي. لكن نشرك. من الذي فعل؟ أنا اللي تعلمت، أنا الذي شريت، أنا الذي ذهبت إلى الصين، أنا كل شيء، أنا الذي حفظت. أنت بتحفظ؟ أنت هذا الله خلاني يحفظ، أنت ما بتحفظش شيء ولا أنا بحفظ شيء. إذا الله أراد إنك تحفظ، يقال إنه سيدنا الشافعي كان ينظر إلى الصفحة فيحفظها. أظن إنه الإمام الشافعي كان ينظر إلى الصفحة فيحفظها، إلى أن يوما
يقال، أظن أنها صحيحة، مش متأكد، لسه تذكرت هذا الكلام. يعني وكأنه رأى كعب امرأة، الكعب مش الرجل كلها. قال فبدأ الحفظ يخرج من رأسي، بطل كان مثله كمثل الكاميرا بتصور، وهو كان يصور هكذا يحفظ. سبحان الله. فكم من ذنوب نقترف، علينا أن نتوب. نحن لسنا في بلاء، لازم هاي بصيرة بفضل الله. سورة البقرة ستكشف لك أولوياتك، ستكشف لك الحقائق، ستكشف لك أصحابك، ستكشف لك أهل بيتك، ستكشف لك شغلك إذا كان شغلك مزبوط، شغلك مش مزبوط، إذا أنت رايح تربح من وراء هذا الشغل أو سيلهيك عن ذكر الله. سورة البقرة إذا أنت يعني دخلت إلى القرب من الله وسكر، أنا جديد سكرت مصلحتي وأنا راضي ومبسوط والحمد لله رب العالمين، الله ريحني منه. فاعلم ان الله يدبر لك، ارضى 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 ارضى. نعم، والرضا مش اشي انت بتعمله، الرضا يعطيك الله اياه. نعم، السكينة الله يعطيك اياها، انت لا تفعل، انت تقرأ، الله يسر لك القراءة فقل الحمد لله. فلا تنسى بفضل انك بتصلي الفجر لشطارتك، انت اخذت بالاسباب، ربطت منبه، وفي ناس كثير بتربط منبات، 10 منبات لا يفيقوا، في كثير. لكن آية المنافق 3: إن حدث كذب، وإن اؤتمن خان، وإن أوعد أخلف. مش يعني خصلة من خصال المنافقين إنهم كانوا لا يفيقوا على صلاة الفجر. مش معناها من أيد إنه يعني تنام على صلاة الفجر، لكن صلاة الفجر مع أخلاق وكذب وأكل حقوق، هاي مش صلاة، هاي سيكبها الله في جهنم. إذا أنت أخلاقك مش مرآة لدين الله سيكبك إلى جهنم كمان. فهمت؟ إذا نسبت فضل كل هذا اللي بتعمله لذاتك لنفسك سيكبك الله في جهنم وكل أعمالك معها وسيحبطها. ولئن أشركت ليحبطن عملك. ولا تزكي نفسك ولا تقول أنا، وأنا لا أقول أنا وأنا لست شيء وأنا أقلكم. عندما يعصرك الله التعصير يريد أن يستخرج منك الخيرية. عندما يمنعك من كل الذين من حولك يريدك أن تتوجه إليه جل في علاه. أطل سجودك في جوف الليل، طولوا وادعوا الله. نعم، لازم نعرف كيف. احنا ضوعونا في معاني الكلمات. مقايضة لم يثبت، انت بتقايض الله. الله قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بانهم لهم جنة. الله الذي جل في علاه قال ان تقرضوا الله قرضا، الله يقترض منا. شو يعني هذا الكلام هذا؟ وانت تعيب علينا كلمة مقايضة، يعني يا رب انا عملت هذا العمل فان رضيته اعطيني مسألتي تلك. نعم. والنذور تنذر نذر، يا رب مثلا إذا أجل ولد مولود ذكر سأذبح ناقة مثلا. طبعا هي يعني صارت مكروهة أظن هاي النذور. أوفوا بالنذور، يعني النذر يوفي النذر. فلا تعيب أنت عشان إنك أنت باللغة هيك مش عارف تعيش ولا حديث. الله أعطانا وأعطانا وأعطانا، كنا نستغفر، ما كناش نشكل. أقسم بالله ما كنت أشكل بال 2015. تنهي خرجوا شكلناها. والله الذي لا إله إلا هو إن أمطر الله السماء بال 2015. استغفر الله هيك كنت أقول استغفر الله. أنا مش شاطر باللغة العربية، أنا ماني شاطر باللغة العربية. أنا أخوكم محمد حجازي، أنا من فلسطين الداخل. أنا تعلمت في مدارسهم للصف 12، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة، كملت يعني من الصف 9 أنا كنت في مدارسهم عشان تعرف. فأنا ما شكلت، والله بيعرف إني أنا هل يعني هذا الذي قال له رسول الله كل بيمينك، قال له ما استطعت، قال له لا أستطيع، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. هو يستطيع والرسول عليه السلام يعلم أنه يستطيع. فعندما قال الثالثة قال له ما استطعت، فلم ترفع يمينه.
لندعى عليه رسول الله، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم. وهل أنا متعمد إني أقول أستغفر الله ولا أستغفر الله؟ والله أنا لا، الله يطلب مني المغفرة، يعني أنا متعمد. لما سمعتك صححتها، بس ما تعملها هي السبب إنه الله لا يستجيب. الله عارف نواياي. فلا تأخذ الكلمة خذها يا أخي. أنا قلت 4 أقفال سورة البقرة، يمكن أنت ما تقبلش تسمع الدرس لأنه 4 أقفال. يا أخي خذها مراحل، يا أخي اقبلها، الحكمة ضالة المؤمن. نعم. ليه هيك بتحب المسميات والتشكيل لا بدي أشكل إشي، بدي أحكي لغة من هون ومن هناك مكسرة، بس بدي الله يستجيب لي، والله أعيش الحياة الطيبة الكريمة على أرض الله. لا أريد أن أتكلم اللغة العربية الفصحى التي يعني المنمقة تبعتك والأم ضايعة، يعني كالذي سيارته جديدة والملابس ما شاء الله وأولاده حفاة عراة، هيك إحنا صابنا. المعلمين ما شاء الله واصلين لقمة العلم، والطلاب كلاتهم بيفهموش ولا حرف شو بيحكوا. هذا اللي صيبنا يا أخي. يا حافظ الكتاب الله ضاعت ليش؟ شو ضوعها؟ ليه ضاعت؟ يعني مع احترامي لها بس بدي أبين لك أنت حفظت ببغات يرددوا كتاب الله، وممكن بسرقوا، أو طفل ما بيعرفوا، أطفال حافظ، يلا أمه وأبوه ودوا على كتاتيب حفظ الكتاب، وبتقاتل مع هذا، وممكن يسرق من هنا، وممكن يكذب على هذاك، وممكن يغش ببيعته، وممكن أواعين مزعة يسرق له قميص من هنا ومن هناك. هاي الأولاد الصغار، يعني مش إني بلوم ولا بقول شو وين البيئة التي بنيت؟ كيف بدها تبنى البيئة إذا أنت بدك تحط لنا فقط إن إحنا عمالين فقط نحفظ؟ بدنا نحفظ، طبعا بدنا نحفظ، لكن كيف ممكن نحفظ الأمة وهذا المجتمع كله مبني على الذنب، الحسنة والسيئة. اللسان هذا الذي امسك عليك لسانك يا طالب العلم، لا تظن إنك أنت خير من الناس، أنت في تكليف لست في تشريف. أنت عليك أن تعمل وتري الله، وعملك يكون خالص لوجه الله، مش ليقال وقد قيل، مش عشان تتعالى على الأم. أنت بتتعلم هذا العلم، أنت بتتعلم هذا العلم لتأتي تبسط الأمور للأمة عشان تعرف الأمة كيف ننهض. مش تصعب علي، بتتكلم أنتوا فوق مع بعض وأنا مش فاهم والله ولا حرف. أنا شو بدي بوصف كيف استوى الله على العرش مثلا، خلص خلصت هيك قال الله، خلصت. لا شو بدها تفيدني أنا شو بدها تفيدني على الأرض؟ أمي في ذيل الأمم، الذنوب بكلتنا، أكلونا، نهبوا لنا ثرواتنا، ما أتركوا شيء، ما تركوا الإسلام ولا شيء، العري، الزنا، أولادنا مصاحبين، وانتي بت وصف يد الله. ليش يعني أنا أصف؟ شو وصلني إني أصف يد الله؟ والله إنه هو الشيطان من ترك سورة البقرة. شو وصلني إني أصف يد الله جل في علاه؟ شو اللي في الوصف؟ أنا بقرأ الآية وخلصت. لكن الشيطان لأنك مش مع سورة البقرة يأتيك كيف شكلها ايد الله، 5 أصابع ولا، يدخل لك من هذا الباب ويأتيك واحد أسوأ. لكن عندما تقرأ سورة البقرة هذا كل الباطل ينتهي، مش حاجة يحلل لك ولا رايح تسألني. في أمور يعني بيشغلوا حالين فيها، والأم في ذيل الأمم، لا إله إلا الله. يعني أنا شو بدي ينفعني مثلا علمك إنك بتقول لي مثلا ذكر اسم الله جل في علاه 250 مرة في سورة البقرة،
شو بده يفيدني إسا أنا بالوضع اللي أنا موجود فيه؟ عرفت؟ طيب جميل، عدت لك أسماء الله الحسنى 99 مثلا. إسا أنا بهاي الحالة، أنا أمي في ذيل الأمم، شو بده يفيدني؟ طبعا له إفادة عند الله بيننا وبين الله، لكن أنت مسويها قصة، وأنت حفظت هذا الطالب الطفل الصغير يتكلم ويتكلم كلام ما شاء الله تعجز عنه الكبار أن تكلمه. والأم في ذيل الأمم، والذل والهوان، وما في اهتداء، والتذمر موجود، والفقر موجود، والذل وبيع الدين موجود، والغش موجود، والأنا موجود، والرياء موجود. ما بقول جهل، لكن ابحث في الحقائق التي سببت كل هذا. وإذا رأيت من وجد ما وجد اركض، قل هذه ضالتي وجدتها. اجلس كما جلس ابن تيمية يستغفر عشان تحل مشكلته، فجلس واستغفر، فاجلس واستغفر ساعات، ثم اسأل الله يا رب ليش الأمة هيك، اهديني، ما هو العمل؟ ولما بتبقى الكتابة كلها كتابة عشان أناطح غير الكبار، فهذا اللي يقال. لما أنت مش عمال تهتدي، والله جل في علاه بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأنت لا مش عمال تهتدي لأنك مش عمال تعمل لله. ما هي الآيات قدامنا أمامنا واضحة صريحة. طيب ليش إحنا بنعمل صالح ونظن هي حافظة لكتاب الله؟ وليش إحنا في ذيل الأمم؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ليش مش ممكن؟ شو الخلل؟ يلا علوم الطاقة بدنا نعيش، بدنا نتكسب. ما لقيتلناش الحل يا أخي. أنت ما جلست كما جلس ابن تيمية. ابن تيمية قال عن الحديث عن الاستغفار، قال عن الاستغفار خير الدعاء. أنا لما باجي بتكلم مع واحد بقول له استغفر، يعني مش فايت على الحلقات ولا فايت الدروس ومش كامل، يعني واحد شايفه مريض بيمشي على عكازة هيك شوي شوي، بقول له يا أخي استغفر. قال أنا بستغفر وبسبح وبصلي على الرسول. بقول له يا أخي استغفر، الله بيقول بالاستغفار ما كان الله بعد يوم يستغفر. ولا يستغفر ولا شيء. بقول بيني وبين حالي خلاص سبحان الله، لو أراد الله به خير جاء مثل ما جاء بكم. المشكلة ما فيش توعية على هذا الموضوع. يعني إذا شيخ خطب في مسجد عن الاستغفار، يعني خلص قال لازم يجيب موضوع ثاني، يعني وبكرة ثالث هسه يقولوا هذا الشيخ بيخطب عنده كلمات عنده مواضيع. أي موضوع؟ احنا موضوع الناس ساقطة ننتوب. ظلك بالاستغفار من هون تن يرفع الله العقاب عن هذه الأمة. لا تغير ولا تبدل أخي. هذه الأمة بدنا نتوب ونضلنا، وانت توب وأنا بدي أتوب، كلنا نتوب. نعم فهمنا الأحاديث غلط وظننا إن الله غفور رحيم لكل العصاة الذين لا يتوبوا ويتجرؤوا بالليل والنهار، والذين دخلوا في الحرب مع الله في الربا، ودخلوا في اللعن في النمص، ودخلوا في أمور كثيرة وأشركوا وأحبطت أعمالهم وهم يظنون. انتم لا، انتم على خير، اصبروا كمان شوي بيجي عيسى ابن مريم او بيجي المهدي او سمي من تشاء. على من؟ عليك انتماء بين معك كتاب الله. سورة البقرة عقلك المدبر سيسوقك الله فيها، وكان هي كل من يقرأ سورة البقرة سيتولى الله أمره إلى الرشد. نعم هي كهف رحمة الله سورة البقرة. نعم الاستغفار كذلك، لأن الله لا يعذب مستغفر. الحمد لله رب العالمين على هذه البصيرة التي من خلال سورة البقرة. نعم إنها سبحان الله البصيرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. كلما قرأنا وزدنا بسورة البقرة أكثر سيفتح الله عليكم بالعلم، علم من عند الله، علم تفهم وتبقى راضي. ما في شيء صعب ما تسوش، ما في ذنب صعب انك ما تتركه، لكن وانت بعيد
كله صعب. العبادة صعبة، وترك الذنوب صعب، وترك الإباحيات صعب، وترك التدخين صعب، وترك كل إشي صعب. لكن مع سورة البقرة كله هين وريح وبسعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.